وأحيانا بيكون في طرف، سواء كان الراجل أو الست هو اللي اتطور أو لأ، ساعات بيكون الطرف التاني resistant، يعني بيقاوم فكرة عايز التغيير. يكمل نفس شكل الحياة بالظبط، ونفس شكله ونفس طبيعته ونفس الحاجات الأنشطة اللي بتتعمل ونفس كل حاجة على الطبيعة الأولانية. بالظبط. يا إما مش معترف بالتغيير، يعني مش معترف إنه في مشكلة أصلا، أو مش معترف إن في حاجة بتحصل، ودايما مركز على إنه إحنا حياتنا مستقرة، إحنا ما عندناش مشاكل مادية، اللي هو الشكل الخارجي للاستقرار، بغض النظر عن إحنا في جوهر العلاقة دي سعدة ولا لأ. وأحيانا بيكون الطرف التاني ده عنده مقاومة، مش مجرد عدم إدراك للمشكلة، بيكون عنده مقاومة لفكرة إنه إحنا ليه لازم نتطور ونغير، ما إحنا كنا كويسين والمفروض نفضل زي ما إحنا. وبتحول فكرة التغيير لأنها تهمة، أو إنه أنت اتغيرت. عارفة لما بتقولي أنت اتغيرتي، أنت اتغيرت، كأنه التغيير تهمة، مع إن التغيير طبيعة الحياة. يعني إحنا شيء كلنا طبيعي جدا من التطور الإنساني. بالزبط. إن إحنا بنقعد نتغير ونتطور مع الوقت، ولو فضلنا على نفس الشكل من طول حياتنا ده معناه إن إحنا ما اكتسبناش أي خبرات. بالعكس، ده يعتبر قصور إن الإنسان ما يكونش بيستخدم ذكائه وخبراته في إن هو يحسن حياته أو يطور من طريقة تفكيره، أو يخش في مرحلة جديدة بمعطيات جديدة ومتغيرات جديدة.